السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض كبدة وقلب. طبعا الاتنين كبدة وقلب بلدي من عند الجزار، بتجيبيهم طبعا من حد مضمون. حطينا شوية زيت في الطاسة، وهنا بقى ايه حتة دهنة كده الجزار مديهاني مع الكبدة والقلب. هخليهم كده يسيحوا شوية مع الزيت، وطبعا دي افضل حاجة ممكن تتحط مع الكبدة والقلب، لان الدهنة بتاعتها هي اللي بتسويها وهي اللي بتديها الطعم الحلو اللي بتبقى فيه. بعد بقى ما تسيح شوية كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هننزل اول حاجة بالقلب. انا مقطعة الكبدة والقلب، مقطعة ده لوحده وده لوحده، لان طبعا الكبدة ما بتاخدش سوا والقلب بياخد سوا شوية، فمينفعش احط الاتنين مع بعض، علشان الكبدة ما بتستوي زيادة عن اللزوم مش بتبقى حلوة خالص. طبعا انا بغسل القلب بس ما غسلتش الكبدة، بنغسل القلب بمية بس، لان القلب بيبقى عامل زي اللحمة شوية، بنشطفه بمية كده يعني اكنك كده بتغسلي لحمة يعني. والكبدة اوعوا تغسلوا الكبدة، لو غسلتوا الكبدة مش هتبقى حلوة خالص. هنفضل بقى نقلب القلب كده زي ما انتوا شايفين، هو بيبقى عامل زي القوانص بتاعة الفراخ كده شوية، فبنديله سوا شوية قبل الكبدة علشان هو بياخد سوا مش كتير على فكرة. يعني انا بالظبط خد مني 4 دقايق او 5 دقايق وكان استوى سوا كامل يعني. هنفضل بقى نقلب فيه كده، وممكن نغطيه ونوطي عليه النار. بعد كده لقيته طبعا بالشكل ده واتأكدت ان هو استوى، ركنته بقى كده على جنب زي ما هتشوفوا، وهبتدي انزل بالكبدة على جنب. بلاش ننزل بالكبدة عليه علشان طبعا هو استوى والكبدة لسه، فما ياخدش الزفارة بتاعة الكبدة، او يعني ان هي نية طبعا وفيها دم. هقول لكم تاني، اوعوا تغسلوا الكبدة سواء كبدة بلدي او مش بلدي. لو مش بلدي هنصفيها، هنحطها في مصفى لغاية ما تنزل الدم بتاعها كله. والبلدي طبعا برضو مش هتتغسل. بعد كده هنحط بقى معلقة صغيرة من الثوم على الاتنين بعد ما نحس ان الكبدة كده شدت معانا شوية، وهنفضل نقلب زي ما انتوا شايفين لغاية ما احس ان الكبدة خدت لون كده من جميع النواحي اللي هي اتشمعت يعني. وانا عايزه اقول لكم بالذات لو بتعملوا يعني اللي هي الكبده والحاجات البلدي دي مش بنحط بهارات كتير. انا حطيت رشه فلفل اسود بس، ومعلقه صغيره من الثوم بس، ما حطيتش اي نوع توابل تاني غير الملح والفلفل الاسود. وقطعت كده فلفل اخضر، وممكن كمان ما نحطش فلفل، ممكن تتاكل كده. لما تبقى الحاجة بلدي بلاش نضيع طعمها بالتوابل الكتير والحاجات الكتير، علشان طبعا فايدتها تفضل فيها. هنا بقى خلاص كنت اتأكدت ان الكبدة استوت هي كمان، حطيت الملح. بحط الملح دايما على اللحوم اخر حاجة، علشان ما تنزليش الفايدة. الملح لما بيتحط في اول الطبخة بينزل المية وبينزل كل الفوايد بدري كده، وبيشد كمان اللحوم والكبدة والحاجات دي، فانا دايما بملحها في الاخر. هنا كانت خلصت معانا، وطبعا بالهنا والشفا، جربوها هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.